مسيرة التلاحم الوطني والدعم الشعبي بين أبناء الوطن الواحد تجسدت في أزهى صورها من خلال التواصل المستمر لقوافل الدعم والإغاثة التي يتلقاها أبناء محافظة صعدة لتخفيف معاناتهم جراء فتنة التمرد والتخريب. أكدت على قوة الاصطفاف الوطني والوقوف في خندق واحد على جبهات الشرف والبطولة مع أبطال قواتنا المسلحة والأمن المتصدين لعصابات التمرد والخيانة. وبهذا الصدد انطلقت اليوم قوافل الأخوة والتلاحم المقدمة من أبناء مديريات شبام والطويلة وبني سعد بمحافظة المحويت كتعبير صادق من أبناء هذه المحافظة لإخوانهم من أبناء محافظة صعدة. هذه القافلة إلى أبنائنا وإخواننا في محافظة صعدة وفي القوات المسلحة والأمن المرابطة في تلك المحافظات في رؤوس الجبال والوديان، وهذه القافلة تعتبر القافلة الثانية، وهناك قوافل أخرى يتم الإعداد لها وسوف تتحرك في هذه اليومين المقبلين. وهذه هي تعتبر القافلة الثانية من أبناء محافظة المحويت، ونحن سنبذل الدم والولد في سبيل إنهاء هذه الشرذمة الخبيثة، الشرذمة الضالة الذي تريد أن تعيد اليمن إلى ما قبل سبتمبر وأكتوبر. كل أبناء محافظة المحويت صغير وكبير يقفون ويلبون دعوة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح للاصطفاف الوطني لمساندة أخواننا أبطال القوات المسلحة والأمن للقضاء على هذه الشرذمة الباغية المجرمة المرتدة عن ديننا الإسلامي الحنيف والخارجة عن الدستور والقانون. جميع مديرية الطويلة يفادوا بأرواحهم ودمائهم إلى جانب أبناء قواتنا المسلحة، ونأكد للأخ المشير علي عبد الله صالح أن احنا نفتي بدمائنا وأولادنا وجميع ما نملك لمحاربة هذه الشرذمة الفاسدة الذي تريد بشعبنا العبث.